السلام عليكم. لو ما شفتش الفيديوهات من الحكايات اللي بتشتغل فروح شوف الاول واللي شفنا فيه ان الزعيم ينغص على عالم الخلود، ولو بيكون محتار في الوقت ده ايه اللي هيحصل لما يرجع الطائفة وفجأة بيسمع صوت من بعيد فبيرمي السيف بتاعه بكل قوة من غير تفكير، واللي بيكون أصاب الأخت شيو عير. ويلا بينا من غير ما نطول كتير نخش في الموضوع على طول. في فيديو النهاردة بنشوف ان السيف لحسن حظ أصاب الصخرة اللي قدام شيو عير، لو بيكون محطوط عليها فبيقول: أخت فانغ حصل لك حاجة؟ ايه اللي جابك هنا؟ أنا اتخضيت عليكي. بترد شوير: امبارح الزعيم سمع العالم الخلود وانت اختفيت وانا فكرت ان المحنة السماوية اصابتك. لو بيقول لنفسه: كلامك مش غلط. شوير بتسأله: مالك؟ حساك مش على بعضك. لو بيقول لنفسه: على ما اظن مشاعري واضحة جدا. لكن بيقول لها: لا مفيش حاجة، بس الزعيم بتاعي سمع امبارح وانا زعلان على فراقه ومش اكتر. شوير بتقول له: يا عم روق. لكن لو بيكون مش مدي لاي حد امان بسبب اللي حصل له، فبيشك ان الاخت شوير جايه عشان تستغله، لكن بيحاول يهدي نفسه وبيقول للاخت فانغ: يلا بينا خلينا نرجع. وبعد 3 ايام بيكون رجع الطائفه، وفي الوقت ده بيكون واقف في القاعه السماويه وواحد بيسال له: انت كنت عند قمه الجبل في الوقت اللي خاض فيه الزعيم المحنه صح؟ بيرد له: اجل. مورونغوكوي بيقول له: هو الزعيم نجح في السمو والعالم الخلود؟ لو بيقول له: ايوه نجح. والشخص واقف جنب مورونغوكوي بيقول: قائد الطائفة السماوية نجح في السمو حقا؟ والشخص ده اسمه يوان جيان غاي، لكننا نختصر الاسم ونقول يوان، وده شيخ من شيوخ الطائفة السماوية، الطبقة الثالثة لعالم الجسد المشترك. وفي واحدة بتقول: من 3000 عام فاتوا هو الشخص الوحيد اللي نجح في السمو، والست دي اسمها شياو فينغ نينغ، ودي شيخة الطائفة السماوية الطبقة الأولى لعالم الجسد المشترك. وفي الوقت ده مورونغوكوي بيقول: دلوقتي هو سمى العالم الخلود، ورأيك هو لسه قائد الطائفة؟ وفي الوقت ده يوان بيقول لو: بقول لك يا ابن اخويا، هو الزعيم ادالك تقنية استدعاء المحنة السماوية؟ لو بيقول: هي كده. التقنية هي استغلالي في اليوم اللي هيعرفوا فيه سر جسد 10,000. هيتم استخدامي كأداة مش أكتر، زي ما عمل المعلم بتاعي. بس أنا مش هسمح بده. المرة اللي فاتت من حسن حظي النظام اداني فرصة وأعاد إحيائي مرة تانية. فبيرد له على يوان: لا وحياتك مفيش حاجة من دي، أكيد لو في حاجة زي دي كان الزعيم هيقول للطائفة عنها. يوان بيقول: هو حسرته، يعني كده القارة العائمة والعالم الفاني ما عندهمش فرصة خالص. مورونغوكوي بيقول: بس يا اسطى ما تدوسش على الجرح. من ساعة ما الزعيم لينيغ راح العالم الخلود وساب القارة العائمة، احنا ما ينفعش نسيب منصب القيادة فاضي، لازم نقرر مين اللي هياخد المنصب ده، مش كده ولا ايه؟ بيرد يوان: كلامك مظبوط، من ساعة ما الزعيم سمى العالم الخلود وقوة الطائفة قلت للنص، لازم نلاقي حد كفاءة عشان ياخد المنصب ده. الطائفة السماوية هي أول الطوائف ال8 العظمى على القارة العائمة، ولكن قبل 100 سنة الزعيم لينيانغ قد نهبط الطائفة السماوية عشان يستكشفوا الآثار الخالدة، لكن للأسف اتقتل معظمهم، وده اللي أدى لتقليل قوة الطائفة. وتعالى يا عزيزي المشاهد أعرفك هو في الطبقة الأولى من الهرم القائد الأعلى، واللي هو بمثابة الملك. في الطبقة الثانية شيوخ الطائفة، وفي الطبقة الثالثة المدربين، وفي الطبقة الرابعة تلاميذ من مستوى مرتفع داخلين على مستوى بناء الأساس، وفي الطبقة الخامسة طلاب كحيانين في عالم تقنية التشي، واللي موجود فيهم صاحبنا لو تشينغ. وفي الوقت ده يوان بيكمل كلامه ويقول: الزعيم زاولين يانغ وصل للطبقة التاسعة لعالم الماهيانا وقرر انه يسمو العالم الخلود، ولكن قبل السمو حط شوية قواعد، وهي: 1. مجلس الشيوخ هو اللي هيهتم بأمور الطائفة. 2. قائد الطائفة هيتم اختياره من مرشحين الجيل الشاب وهو اللي هيتولى كل حاجة. مورونغوكوي بيقول: وفي الحالة دي من رأيي بقوتك الحالية متستحقش انك تستمتع بمنصب مرشح. والكلام ده بيكون موجه للو. لو بيقول له: انت بتتكلم جد؟ يا نهار اسود يا ابني، ايه الفخامة دي؟ وفي الوقت ده يعني مورونغوكوي فتح بقه مترين من الصدمة. ان ان انت اخترقت عالم بناء الاساس. وحرفيا كل اللي في القاعة مش قادر يصدق ان اللي وصل للمستوى ده في سن 18 سنة. واللي اخت شياو شينغ بتقول: عالم بناء الاساس؟ ازاي ده حصل؟ ده لسه من 3 ايام كان في الطبقة السادسة لعالم تقنية التشي. لو بيقول: انا قمت بايقاظ قوة بنيتي الجسدية باستخدام قوة المحنة السماوية. الكل في القاعة مستغرب وبيقول: لا ده مستحيل. وواحد في القلعة بيقول: ازاي مستحيل وهو ماسك رمز سيد الطائفة في ايده؟ بيرد تلميذه بيقول: حتى لو وصل عالم بناء الاساس هو لسه برضه بقوة طالب داخلي مش اكتر،
اللي جنبيه بيقول له ايوه معاك حق، ازاي يمسك منصب حساس زي ده؟ الحاجه فينغ بتقول هو ازاي الزعيم يمرر منصبه ليك اصلا؟ ايه السخافه دي؟ بيرد له انا تلميذ الزعيم الوحيد، فليه مش هيسمح لي اني اخد مكانه؟ وكمان امال لو مش هيديني انا مكانه هيديه لمين؟ للشيخ التالت مثلا؟ فينغ بتقول له بطل عبط، انا ما اقصدش كده. لو بيقول لها لا والله طلع عندك ضمير. ولو بيقول لتلميذ في القاعة طب بذمتك يا زميلي انا ما استحقش المنصب ده؟ الواد بيقول له ايوه يا اسطى بصراحة ما تستحق. امال انا هنا بعمل ايه؟ لو بيقول له طب خليني اسألك سؤال، مين فينا عنده فرصة اكبر انه يسمو ممارس فنون قتالية بقاله سنة يا عيني عشان يوصل لمستوى ده، ولا واحد وصل له في يوم وليلة؟ وطبعا الكلمة جت هيد شوت، فيعني الواد مش عارف يرد. خدت بالك يا عزيزي المشاهد؟ الله يا فنان، شاعر انا والله. نرجع لموضوعنا. لو بيقول الهدف الاساسي من تعيين طلاب كمرشحين لزيادة الطائفة هو اخفاء قوتها بعد سمو سيد الطائفة. لو ان وريث منصبه كان شخص مستوى تدريبه وامكانياته ما تتقارنش بيه، رأيكم الناس هتقول علينا ايه؟ الحقيقة والخيال، الحرب خدعة. هو في الاساس الطلاب الشباب للطائفة السماوية هم المرشحين لقيادة الطائفة، بس دلوقتي بمساعدة سيدي قمت بإيقاظ موهبتي واتخطيت المرشحين التانيين. سيدي طلب مني تولي منصبه سيد الطائفة. طب يرضيكوا يعني ما تحققوش أمنية سيدكم؟ يوان بيكون عارف ان هو المقصود بالكلام، فبيقول يا ابن اللئيمة، عامل نفسك بتكلم التلات شيوخ وانت قصدك عليا. وفي الوقت ده الاخت شياو شينغ بتقول له انت معاك حق في كل اللي قلته، بس كل الكلام ده مبني على انك اقوى مني انا وشيو اير، مش عشان استغلت سمو الزعيم وتقدمت بمستواك لعلم بناء الاساس. ده مش معناه انك اقوى مني. لو تشينغ لو انت راجل تعالى جولة. وفي الوقت ده السيدة فينغ بتقول لشياو شينغ برافو عليكي، هو ده اللي انا كنت عايز اقوله. لكن بيرد له على شياو شينغ وبيقول لها حركة واحدة. شياو بتقول له ايه؟ لو بيقول لها لو ما قدرتش اهزمك بحركة واحدة هسيب لك المنصب ده. البت بتولع غضب وبتقول يا ابن الهرمة انت اللي جبته لنفسك، وبتهجم عليه بكل قوة. وفي الوقت ده شيو اير بتقول يا نهار اسود، دي معاها سلاح سحري السيف الاخضر القاتل. وحرفيا الكل بيقول اكيد هتفشخه بالسلاح اللي معاها. وفي الوقت ده شياو شينغ بتكون نازلة بهجومها على لو تشينغ. بعد الهجوم على طول الكل بيقول يا نهار اسود، الواد اكيد مات، ازاي هنجو من الهجوم ده؟ لكن هنا الصدمة. لو بيقول لها هو ده اخرك؟ ايه لعب العيال ده؟ وزي ما انتوا شايفين لو ماسك السيف بايديه وبكل بساطة. حرفيا كل اللي في القاعة دماغهم بتلف وبيقولوا ازاي؟ لا ده مستحيل. لكن في الوقت ده لو بيقول لنفسه ده ضعيف جدا، ده اضعف من المهمة اليومية حتى. في ال3 ايام اللي فاتوا من ساعة ما تفعل النظام، قوة المهمة اليومية كانت بتزداد كل يوم، وكنت كل يوم بواجه المحنة اليومية بكل قوة عشان ابقى اقوى، عشان ابقى سيد الطائفة ومحدش يقدر يستغلني تاني. لازم اقتل ابن الهرمة زولين ينغ. وفي الوقت ده لو بيسحب من شياو شينغ السيف وبيقول انا اسف يا اخت شياو. واثناء ما هو موجه لشياو الهجوم السيدة فينغ بتقول له توقف، لكن لو ولا هنا وبيديها ضربة. وزي ما انت شايف لو مش كده بس اداها ضربة تانية خلاها تطير، لكن الاستاذة فينغ بتمسكها. لو بيقول انا فزت دلوقتي، انا هزمت شياو. وبيقول لشيو اير ايه مش عايزة تجربي؟ شيو اير بتقول له لا يا اسطى وحياة امك ابعد عني. مورونوغوكي بيكون باصص للو بغل وبيقول الواد ده. والسيدة فينغ بتقول للو انا مش قلت لك توقف؟ ما سمعتش؟ لو بيقول لها لا سمعتك. وبعدين فينغ بتقول له ازاي تجرؤ انك تكون بالبجاحة دي؟ ده انت لسه بني اساسك ما كملتش حاجة، وربي لو اوريك ايها الاحمق المتحجرف. لو بيقول وانا مستنيكي. وبكده يا عزيزي المشاهد للاسف نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. ايه اللي هيحصل بعد كده هو ده اللي هنشوفه في الفيديو القادم. عشان كده عايزك تصلي على سيدنا محمد وتعمل لايك واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما ينزل الفيديو القادم. وصحيح عايز اشكر اخواتي الجامدين على التعليقات الحلوة دي، بجد والله دعمكم ده بيديني طاقة كبيرة، شكرا ليكم. وبس كده يلا جند فاي يا زميلي. Game over.